النقطة رابعة ولا خامسة؟ ما شاء الله الخامسة. يلا تابعوا معايا. النقطة الخامسة شيء يسمى ضمة الحب. ضمة الحب. السؤال الآن للأخوة الأكارم الآباء، مين من الإخوة الأكارم اللي في الصفين الأولى واللي وراء عنده أولاد أو بنات في حدود يعني 13 سنة وفوق؟ اللي عنده بنت أو ولد 13 سنة وفوق. جيد. طيب يعطيكم العافية. متى آخر مرة ضميت ابنك أو بنتك بصدق؟ وكلكم صادقين إن شاء الله. متى آخر مرة ضميت ولدك أو بنتك؟ تفضل. متى؟ ارفع، اوقف كذا. دوبك. تعال عندي، تعال ابغاك. يستاهل تحية عشان يمشي بسرعة بس. خليه لا تعبك، ما ودي اتعبك. الله يحفظك. ما شاء الله. كم آخر مرة أنت قلت لي ضميت ابنك أو بنتك؟ كم عمر الولد أو البنت اللي ضميته؟ 13 سنة. الله يبارك لك فيهم. تفضل حبيبي. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. هناك باحثة بريطانية تقول ضمة واحدة في اليوم تبعدك عن الطبيب 1000 يوم. مش احنا زمان كنا يقول لك تفاحة في اليوم تبعدك عن الطبيب يعني 1000 يوم. تقول لا التفاحة مي مشكلة. الآن في شيء أكبر من كذا اللي هو يسمى ضمة الحب. هذه الضمة يا إخوان لها أثر عجيب، خاصة من الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم. أنا أقدر أقول لك، وإحنا ما نبغى نطول كثير، جرب وضم ولدك أو بنتك. بعض الناس يقول والله بنتي 12 سنة 15 سنة أضمها. أنا أقول ضم بنتك، احضن بنتك. طيب ولدي رجال، طيب وش قلنا إحنا؟ طيب ولدك يعني غير إيش كثير من الأشخاص، أنا لو التقيت بصديق قريب إلى نفسي في سفر، عادة على قولهم عندنا هنا في الخليج تسلم عليه العربة، لكن إذا زاد الشوق إيش تسوي؟ تحضنه. صح ولا لا؟ تحضنه وهو رجال في 50 في 60، ولدك ما تحضنه. كذلك بعض الأمهات صاحبتها جات من المدينة، جات من خارج المملكة، سافرت إلى دولة، يا مرحبا لي سنتين ما شفتك، تسلم على الخدين وتحضنها. طيب والبنت اللي عندك في البيت؟ قلت الله أحضن بنتي وعمرها 20 سنة، أحضنيها لو عمرها 40 سنة، مي مشكلة. فأحب أقول تجرب واحضن أبنائك وبناتك. الحاجة الثالثة أو السادسة تسمى لمسة الحب. لمسة الحب. تبى تعرف هل الأب يلمس أبنائه لمسة الحب، أو تبغى تعرف أن الأبناء يلمسون آبائهم وأمهاتهم لمسة الحب؟ أعطيك بس مثال واحد. أحيانا تشوف بعض أفراد الأسرة يمشون في السوق ماشيين يشترون، تلقى الزوجة على بعد 3 أمتار من زوجها، وتلقى الولد شرق والبنت غرب، واحد من الأولاد بعيد والثاني قريب. اللي يحتاجه منك حاول دائما تمسك ابنك. انت رحت معاه للمسجد، امسك يده. طيب رجال ما بيضيع، ما قلنا عشان يضيع، وإنما لمسة فيها الحب وفيها العاطفة الجياشة. انت ماشي مع والدك رايح المستشفى، مثلا والدك كبير بالسن، توديه المستشفى، توديه مراجعة إدارة حكومية، المس بيده، امسك يد ولدك ووالدك. كل هذه الأمور تسمى لمسة الحب. لمسة الحب تفيدك حاجتين أنت كأب. الحاجة الأولى توطد العلاقة بينك وبين أبنائك وبناتك. بكرة إذا صار عنده مشكلة يجيك أنت على طول. بكرة إذا حصل عنده مشكلة في المدرسة أو في البيت أو في الحي يجيك مباشرة. ثاني شيء هذه اللمسات الإيجابية. أنا مثلا ألمس ابني لمسة التأييد، الله يوفقك يا بطل، تضرب على كتفه، تمسك على يعني يديه وانت رايح وانت جاي. هذه اللمسات لها دور كبير في تنمية جوانب الحب بين أفراد الأسرة.